وحشية ضمن مناطق قوات الدفاع الشعبي بمناطق الدفاع المشروع مستخدمة الأسلحة المحرمة دوليا والمحظور استخدامها. وباتت أصداء هذه الهجمات الوحشية تتصاعد وتتردد في الكثير من بقاع العالم، سواء في الساحات والميادين عبر التظاهرات شبه اليومية في مختلف دول العالم، منددة بهذه الاعتداءات السافرة بحق مقاتلي الدفاع الشعبي، أو من خلال بيانات الإدانة والاستنكار والمطالبة بإجراء تحقيقات جدية حول هذا الموضوع على صفحات الوكالات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث نشرت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحروب النووية والتي مقرها في فيينا بالنمسا، نشرت عبر وكالة رويترز تقريرا وذلك خلال زيارتها للعراق وإقليم كردستان بأن جميع الأدلة والإثباتات تؤكد استخدام الجيش التركي لهذه الأسلحة المحرمة دوليا، بعكس ما تدعيه مزاعم القوات المسلحة التركية بأنها لم تستخدم تلك الأسلحة. ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي صور ومقاطع فيديو المصابين من أفرادها بهذه الأسلحة وهي أدلة دامغة. إننا كهيئة الصحة واتحادات ومؤسسات المجتمع المدني الصحية والطبية في إقليم الجزيرة في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة تلك الهجمات الوحشية للأسلحة المحظورة والمحرمة دوليا، ونستنكر صمت المجتمع الدولي حيالها. بنفس الوقت نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة بفتح هذه الهجمات ومحاكمة حكومة الطاغية أردوغان أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة بأسلحة محظورة ومحرمة دوليا. هيئة الصحة والاتحادات والمؤسسات المدنية والصحية والطبية لإقليم الجزيرة قام 26/10/2022.